حد عارف فيه كام انمي البطل قوي جدا فيه بس مخبي الموضوع عشان هو روش جدا؟ I am atomic. تعال اقول لك انا. كوجو طالب مدرسة عنده قوة الفامباير، بيحاول يعيش حياة طبيعية بس بيتورط في مؤامرات في المدرسة، وبيبقى لازم ان هو يستخدم قوته دي عشان يطلع منها. الانمي من انتاج استوديو كونكت وموجود منه 24 حلقة. في المركز التاسع معانا ذا كينجز افاتار. الاحداث بتاع القصه دي عن شوي اللي هو محترف لعبه اونلاين اسمها المج، بس سايبها عشان يقدر يشتغل مدير كافيه ويجيب فلوس للبيت. بينزل تحديث للعبه وهو طبعا بيزهق من شغلانه المدير، وبيرجع تاني يوريهم في اللعبه مين البوب الكبير. لو حد خد باله الانمي ده منهوا. الانمي من انتاج استوديو بي سي ماي بيكتشرز وموجود منه 12 حلقه. معانا في المركز الثامن الانمي اللي بيفكرني بترافورمرز، اللي هو زيت مان. تبدأ القصة بمواجهة ما بين زيت البطل وألفا صديقه. زيت ده المفروض ان هو عنده القدرة ان هو يتحول لكائن فضائي حاجة زي كده، وبيحارب ألفا اللي هو عايز يحمي الأرض من الكائنات الفضائية. والكاتب شايف ان ده سبب مقنع ان حد يقوم يضرب في صاحبه. ما بصاحبش فضائيين يا صاحبي، قصدي اللي كنت صاحبي. الانمي من انتاج استوديو تي ام اس انترتينمنت وموجود منه 13 حلقة. في المركز السابع معانا ذا ميسفيتس اوف ذا ديمون كينج. بعد 2000 سنة من موت الديمون كينج بيرجع تاني الأكاديمية اللي بناها، ولكن بتكون مفاجأة إن مفيش حد أصلا فاكره، وإن حد نسى كل اللي موجودين ذكريات عنه. بيقرر طبعا تيبيكال إن هو هيدور على الشخص اللي عمل كده ويرجع الذكريات تاني للناس عشان يفتكروا إن هو كان جامد جدا. الأنمي من إنتاج استوديو سيلفر لينكس وموجود منه 13 حلقة. في المركز السادس معانا ترايجون ستامبيد. ستامبيد ده المفروض ان هو حد نحس مفيش حته بيروحها غير وبيجيب عليها وطيء، وبالتالي عليه مكافأة كبيرة على راسه عشان كل الدمار اللي هو عمله. بتقابل بنت بتقرر ان هي تنقذه من صيادين الجوائز في مقابل ان هو يحميها ويفضل معاها ويعملوا جو لطيف كده مع بعض. الانمي من انتاج استوديو اورنج وموجود منه 12 حلقة. في المركز الخامس معانا اكاشي ريكوردز اوف ماجيكال انستراكتورز. يعني عمرك شفت مدرس ما بيعرفش يعمل حاجه اللي هو بيدرسها؟ يعني هو جلين ده المفروض مدرس في مدرسه سحر وبتاع، والحاجه الوحيده اللي هو ما بيعرفش يعملها ان هو يعمل السحر ده. بس عارف انت في بلوت تويست كده، هو ما بيعرفش يعمل سحر بس عنده القدره ان هو يلاشي اي سحر موجود على نطاق 4 متر منه، فبالتالي ده بيخليه ايه. الانمي من انتاج استوديو لايدن فيلمز وموجود منه 12 حلقه. في المركز الرابع معانا سبير مي جريت لورد. شو هو طالب جامعي عايش حياته عادي زي اي طالب جامعي في انمي 2024، لحد لما بتيجي لنص نقل التراك كنا عشان يجيت ايسيكايت. بس المرة دي بتحصل حاجة غريبة قوي، ما بيروحش حتة وبياخد قدرات زي الالعاب في نفس الحتة اللي هو موجود فيها، حاجة كده زي سولو ليفلينج. الانمي من انتاج بيج فاير بيرد وموجود منه 12 حلقة. المركز الثالث معانا ويلكم تو ذا ديمون سكول. اوروما ده المفروض حد حظه وحش جدا، بيبيعوا ابوه لشيطان اسمه سولفيان، بيكون عايز حفيد لسبب ما محدش عارف. بياخدوا معاه للعالم بتاعه وبيدخلوا مدرسة الشياطين عشان نقرر بعد كده هل هيبقى الديمون كينج ولا لا. بس الاورما ما يعرفوش ان سولفيان ده اصلا هو رئيس المدرسة، وطبعا هيطبخ له كوسة وهيخليه هو الديمون كينج. الانمي ده من انتاج بانداي ناميكو موجود منه 3 اجزاء.
في المركز التاني معانا مايريت كولرز فانتوم وورلد. مش فاهم ليه كل الاسم ده، يعني مش مستاهل خالص. في المستقبل القريب اللي رحله الدنيا تظهر كائنات غريبة اسمها الأطياف، وأكاديمية هوسيا هي مهمتها إن هي تحارب الأطياف دي وتختمهم، حاجة كده عاملة زي جوجيتسو كايسن، لحد لما حصل حاجة غريبة غيرت مسار القصة. إيه بقى اللي حصل؟ أكيد مش هقول لك، يعني روح اتفرج عليه. الأنمي من إنتاج استوديو كايتو أنيميشن وموجود منه 13 حلقة. في المركز الأول ذا ديزاستر لايف أوف سايكي. سايكي ده المفروض هو اقوى حاجه في الانمي ده تقريبا في الانميات التانية. بيتولد قوي جدا، بس ده بيخليه ان مشكلته الوحيده ان هو ما بيحسش باللي حواليه، فما بيتضايقش ما بيتعصبش. هي دي مشكلته. يعني يا رب كلنا يبقى عندنا مشكله سايكي. بيتمنى لو يقدر يعيش حياه طبيعيه، فبيخلي كل اللي حواليه ما يعرفوش عن قدراته دي، بس طبعا بتحصل حاجات بتخليه ان هو يضطر ان هو يستخدمها. عامه الانمي ده مسخره يا جدعان، يعني فعلا انا برشح جدا الناس تتفرج عليه. الانمي من انتاج جي سي ستاف وموجود منه 4 اجزاء. لو عجبك الفيديو، شوف لو دي، دوس زرار اللايك اللي انا حاسس ان هو خلاص بقى عامل زي المغاره، واشترك في القناه. انا منزل فيديوهات يعتبر كل يوم، واحسن طريقه توصل لك هي بالاشتراك. كان معاكم علي متولي، كفايه عليكم كده.